تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مساء أمس الاثنين 12 غشة الجاري من توقيف شخصين يبلغان من العمر 38 و 34 سنة، أحدهما مواطن فرنسي من أصول مغربية ذلك لالاشة بها في تورطهما في اختطاف واحتجاز مواطن من جنسية بلجيكية. وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه فيه الحامل للجنسية الفرنسية في تحريض المشتبه فيه الثاني على اختطاف الضحية واحتجازه باستخدام العنف داخل شقة بمدينة مراكش، قبل أن تقود الأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن إلى تحديد مكانة واجد للضحية وتحريره يوم أمس للسبت، وعليه آثار كدمات عنف جسدي. وحسب المعطيات المتوفرة إلى حدود هذه المرحلة من البحث، فإن معاملات تجارية مشبوهة قد تكون هي الدافع الأساسي لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، خصوصا وأن المشتبه فيه الرئيسي متورط في قضية جارية تتعلق بالتزوير واستعمالها للنصب والاحتيال. وقد تم نقل الضحية للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والوقوف على طبيعة الأفعال الإجرامية المنسوبة لك لمن أطرافها، وكذا رصد دوافعها وخلفياتها لما بشرة.